لو انت طالب او صانع محتوى وبتدور على لابتوب يمشي معاك في الدراسة وكمان يقدر يشغل برامج التصميم والمونتاج، يبقى الفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن أفضل لابتوبات موجودة في مصر بأسعار بتبدأ من 10,000 جنيه لغاية 70,000 جنيه، وهوريكم الأنسب لكل فئة. خلينا نبتدي من فئة 10,000 جنيه لغاية 20,000 جنيه. عندك هنا لابتوب اللي هو أسر أسبير 3A 315 5931 LZ. الاسم هيكون تحت في الديسكريبشن وهيظهر لكم على الشاشة. خلينا نتكلم على المواصفات ده وهقول لكم السعر. المواصفات اللابتوب ده بيجي بكور i3 12 و15 يو، يعني كور i3 يجي ب12 من فئة اليو. الرامات بيجي ب8 جيجا رام، والتخزين بيجي ب512 جيجا SSD، والشاشة بتيجي ب15.6 بوصة فول HD. السعر بيبتدي بحوالي 17,500 جنيه. المميزات بتاعة اللاب ده إنه ممتاز للأعمال اليومية زي التصفح والكتابة ومشاهدة الفيديوهات، وكمان البرمجة كده على الخفيف. لو انت هتبتدي برمجة يبقى اللاب ده هيكون مناسب ليك. نيجي اللاب تاني ميزانيته بقى من 30,000 جنيه لغاية 40,000 جنيه. اللاب التاني اللي معانا من فئة السليم، يعني هيكون خفيف وكمان هيناسبك جدا لو انت داخل كلية برمجة، وهو اللينوفو ايديا باد سليم 3. اللاب ده فئة 24,500 جنيه. بيجي بمعالج كور i5 13420H. بيجي بكارت شاشة داخلي انتل UHD مع 16 جيجا رام DDR5، يعني هيكون كافي جدا. بيجي مع 512 جيجا SSD M.2 مع شاشة 15.3 إنش بمعدل تحديث 60 هرتز. اللاب ده أنا شايف إنه هيكون مناسب لو أنت داخل كلية حاسبات ومعلومات أو اتطورت شوية في البرمجة وهتعمل مشاريع. نيجي لللاب اللي بعد كده اللي هو الديل اينسبايرون 14 7440. اللاب ده في منه موديلين، واحد بكور i5 وواحد بكور i7، بس فرق السعر ما بينهم كبير. انا شايف انه ما يستحقش انك تروح لكور i7. اللاب ده بيجي بكور انتل كور 5 120 يو. بيجي بكارت شاشة انتل مع 8 جيجا رام DDR5 512 جيجا M.2 NVMe. بيجي مع معدل تحديث 60 هرتز بشاشة 1080p. نعلى بقى في الميزانية شوية، وفي نفس الفئة السعرية بتاعت اللينوفو وفي نفس الفئة السعرية بتاعت ديل في لاب من HP. ده بقى اللاب اللي أنا أنصحك بيه لو أنت معاك من فئة 30,000 جنيه كبداية. هو ال HP برو بوك 450G10. اللاب ده بيجي مع كور i5 13 35 يو مع 10 كور. المعالج ده حرفيا قوي مع 8 جيجا DDR4. أنصحك إنك تطوره ل16 مع SSD 512 جيجا. بيجي بقى مع كارت الفيديو أخيرا من فئة ال RTX هو ال 2050 4 جيجا. ليه أنصحك باللاب ده؟
لانه بيجي مع كارت RTX، يعني هو كارت مش اقوى حاجة، بس ده انا شايف انه لعب شيء خفيف، هيكون مناسب جدا معاك. يعني لو تبتدي بيه صناعة محتوى هيكون كويس جدا معاك. سعر 31,500 جنيه. نفس سعر الديل الانسبيرون 14. اللابتوب ده بيجي بكارت RTX، فانا برشحهولك. نعلى بقى بالميزانية شوية. لفئة 38,000 جنيه. اللاب ده أنا شايف إنه لاب قوي جدا من MSI B13VE. بيجي بمعالج i7 13620H، بيجي ب10 كور و16 ثريد. الرامات 16 جيجا DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز. بيجي ب SSD Gen 4 512 جيجا مع RTX 4050 6 جيجا. كل اللابات والأسعار دي من عند سيجما، هتلاقيهم موفرين لك اللابات دي بأسعار كويسة جدا. اللاب ده بيجي بضمان 2 سنين. بيجي بكيبورد RGB عربي وإنجليزي. اللاب ده أنسب لاب في فئة 38,000 جنيه أو في فئة 30,000 جنيه عموما. ليه؟ لأنه بيجي بكارت 4050. أنا شايف اللاب ده ممكن تبتدي بيه جرافيك ديزاين وصناعة محتوى، كمان تبتدي بيه صناعة الألعاب البلندر، لأنه لاب مناسب جدا. نعلى بقى بالميزانية ل37,500 جنيه. هنيجي مع لاب MSI سايبورج 15A 13VF. بيجي مع انتل كور i7 13620H مع كارت انفيديا RTX 4060 نسخة 8 جيجا بايت. بيجي مع 16 رام DDR4 بسرعة 5200 ميجا هرتز مع SSD M.2 512 جيجا مع شاشة 144 هرتز فول HD IPS. اللاب ده بقى أنا شايف إنه أحسن لاب في فئة 40,000 جنيه من حيث المواصفات. هو عيب لابات MSI البطارية مش أقوى حاجة فيها. انت لو عايز حاجة للبطارية يبقى ممكن انك تروح للاب تاني، تروح للينوفو لوك 15 IRX 9. هو بمواصفات اقل شوية بس البطارية بتاعته اقوى، وبكده بيكون الجزء الاول خلص. فلو عايز الجزء التاني وميزانيتك لسه اكبر من الجزء الاول، فكل اللي عليك انك تعمل لايك عشان الفيديو ده ينتشر، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو تاني في اسرع وقت.